حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي طبعا بقى ايه، بعد ما رجعت من عند فريرة حبيت ان انا ادلع هاني واعمل له ايه، اعمل له احشاء الجاموسه. عامله ايه يا بنتي يا فاطمه؟ هو ايه دوت؟ عملت له طبعا فشه اللي هو بيحبها، وعملت لسان الجاموسه، ودي لحمه راس وفته. وكان فيديو جميل جدا وقعده جميله جدا واكله جميله جدا. تعالوا معانا بقى نشوفوا ايه اللي حصل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. واهم حاجة تصلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ومعلش بقى على الاختفاء عشان انا كنت تعبان من قبل الوقفة بيقول. حقكم علينا بقى كده. انا لسه ظاهر النهارده يعتبر اهو. والنهارده ان شاء الله يعتبر خامس يوم العيد. فاطمة فطرنا عشان خامس يوم العيد. فاطمة مش عارف عملت لنا لحمة راس. لا ده مظبطاكم. ماشي، ولسان وفشة. دي فشه ببصل، هي دي انا عاملاها عشان هاني بيموت فيها. ده لسان، عملت لسان وعملت لحمه راس اللي هي لحمه مشوحه، وعملت تسقيه. ويلا بينا بقى على احلى اكله. حبيت بقى اللي انا ايه، قلت سايباه بقى لي كام يوم، قلت لازم بقى ارجع بالتقيل وادلعه. حبيت ادلعه، عملت له كل الاصناف. قولوا لي ايه رايكم. واهم حاجه تصلوا على النبي وادعوا لاخواتنا في فلسطين وربنا يقويهم. ربنا يا رب يقويهم وينصرهم على اللي هم فيه، ويرزقهم يا رب كده، يعني مش بالصبر والسكينه. والله الواحد ما عارف يقول ايه. ربنا ينجيهم يا رب. واهم حاجه تصلوا على النبي، ويلا نسمي بسم الله والعيد فرحه. العيد فرحه، يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. بس الجاموسه دي لسانها طويل قوي. اشمعنى؟ انت جايب معلقتين بس؟ جاب 3. فين؟ انت مش قلت جايبه معلقه بلاستيك عشان ما تخبطش فيها؟ بس انا اجيب لك معلقه بلاستيك. دي بقى معلقه انا واخداها من اختي في رياله، كانت حد جايب لها معلقه دي من السعوديه، خدت منها ادتني 10 على 10 معالق. قلت لها في رياله انا بحب المعالق دي عشان ما بتعملش صوت. ايه يا حوره حبيبه قلبي. وبص الزعروره بتاعتها اللي في النص دي. عندها الشعر هنا ايه. العيش ده منين؟ اهو العيش ده جميل، انا بحبه. العيش ده جاي من اسكندريه، ولا بقى ما يتعمل بتسقيه. يا لهوي، انا مدمن العيش ده يا جماعه. حلو قوي. مفيش مره اروح فيها اسكندريه لازم اجيبه. جميل. احلى حاجه بقى في اللحمه المشوحه تاكلوها بالعيش. دوق اللسان بقى، والله اول مره ادوقه. عامل زي اللحمه والله يا هند. اهم حاجه تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انقي حته الحور كده عشان ايه، عاملاه بالليه. خدي يا حوم. ليه يا حوم؟ تقولي لا يا جماعه، والله العظيم منع اللحم ومنع الفراخ ومنع كل حاجه. مش عارفه اعمل ايه مع البت دي. خدي يا قربي كده. خدي. منع كل حاجه. احمد بقى نايم، ما نامش طول الليل، كان سهران. نايم ومش عايز يقوم ياكل. هاني الفشه بتاعتك حبيبتك اهي. انا قلت هيفرح قوي اللي انا عامله له فشه. كنت متوقعه بقى اللي هو ايه، ياخد الطبق قدامه بقى ويخلص. لا بس انت عاملاها ببصل. ماشي، وانت عارفه انا باكلها مقليه. مقليه؟ انا اعرف منين، اول مره اعملها. ليه مش عملتها عند امي قبل كده؟ لا لهوي، ده الكلام ده يا جماعه من يجي 4-5 سنين، والله العظيم بكلمكم بجد، من يجي 5-6 سنين كده. عايزين نفتكر الكلام ده من 5-6 سنين. طب ما يعتبر مقليه. ده انت حرقتها. ده قاعد يشوح فيها لحد ما جاب قلبها من جوه عشان ما بحبهاش بيضه. لسان حلو قوي. الرز بقى والصلصه جمال. شوف بقى منع الفراخ ومنع اللحمه ومنع كل حاجه، مش عارفه اعمل ايه معاه. والله العظيم ما عارفه اعمل ايه. ايه؟ صواريخ. صاروخ؟ اديني حته لحمه كده صغيره ادوقها واقول ايه رايي. يا سلام سلام. العيش ده انا بعشقه. العيش ده يا جماعه دوق يا حبيبي حاجه تانية. دوقي. ده جميله. بقك بقك. عم يا جمل. ايه ده انت كده دوقتي؟
احمد لو يعرف اللي فيها الوليمه دي هيقوم. يا احمد كل شويه عمال يقول لي ماما هتاكل اللسان امتى؟ يا ماما هناكل اللسان امتى؟ بصراحة حلوة وفلفل اسمر حلو فيها. والله؟ وده عمال نقي لحمة. مليانه لحمه على فكره، ودي مليانه لحمه. بس ما تزعلنيش بقى والنبي كل الشيء. أنا باكل يا باشا. مش شفتكش قربت منها. شوف الجودة. استني يا احمد. حب تاكل الجلابية يا جماعة. ما بتحبش حد ياكلها. ولو انا اكلتها ما تاكلش ابدا، لازم هي تاكل بايديها. حتى والله ابني طبعا الناس بقى خرجت وصيفت، واللي صيف واللي خرج وانا قاعد في البيت وهو مش عايز يخرجنا. واخد دور البرد ويعتبر يوم الوقفة. احنا ذنبنا ايه بقى؟ ذنبنا ايه بالبرد ده؟ ليه جاي يجي في العيد؟ كان جاي قبل العيد. مخليني قاعد اول يوم العيد عند امي، قاعد ساكت تعبان مش قادر. احنا كنا قاعدين بنهيص وهو كان قاعد يعني كان قاعد مش قادر خالص، خد ابره في الصيدليه وجه. انا كنت واخد الصب معايا، لا نهيص وبتاع. مش عارف مره واحده كده بعد صلاه العيد كنت نفسي همدان عايز انام. ايه وانا جيت هاني ايه سبقني، انت محسس ان مفيش لحمه؟ لا كنت بقعد مش عاوز اراقب قدامه. هاني سبقني ايه الفجريه كده، قال لي اروح بقى اجيب اللب والشوكولاتات والحاجات دي، وخد السماعات معاه وقال لي اطلع من بره بقى ايه على امي، استناك هناك اشغل الصب هناك في الشارع وكده واستناك هناك. قلت له ماشي. انا خلصت كان قرب الصلاه كده، لما دي جت خدتني كده يا دوبك رحت هناك. بقول لاحمد ابوك فين؟ بيقول لي ابويا نايم. قلت له نايم؟ ونازل ينام. اول عيد ما صلوش. مش عارف ايه اللي حصل لي. مره واحده قاعد لقيت امي مراتك اتاخر، قلت لها لا مش هتاخر زمانها جايه وزيزي. جم وصلوا، جم صحوني بعد الصلاه. فعلا والله. وهاني بقى لما بيتعب بقى خدي بقى عندك بقى، لما بيتعب تعب وحش مش بيروح بسهوله. يعني كانوا فيها قاعد من واقفه من اول يوم لقيت قاعد في البيت. لا ان شاء الله نخرج ونروح ونيجي ناخد مراجعهم ونتفسح. انتوا رايحين تحبوا ايه؟ كده العيد خلص يا جماعه خلاص. عندنا شغل بقى. ولكن احنا اتظلمنا في العيد ده. انا مش طايله اللحمه، مش عارفه استفرد بيها. كل يوم. يما كل حلو يما. مش عارفه ما ترجع الاكل ليه كده يا حوم؟ هيزعلوا مني في كده. انت بتكتب مناخيرك ببقك بكل. بصي كل كده، بصي كل كده، بصي. بقت انيفه في الاكل قوي، بقت انيفه ومش اي حاجه تاكلها، بقت معذباني قوي. مش عارفه ما تاكلش فته؟ باكل والله. ده الواحد كان بيقول ده مش هياكل. انتوا محمراها كويس. اه واخده فلفل اسمر. هيعمل لنا حرقان على الزور والمراخير. دي في الشتاء انا بقى. الهدوم دي كلها على الغساله بعد ما نخلص، على الغساله في الشتاء. سبحان الله. ما على يعني انا عملتها بس ما بحبهاش. هي دي القشره بقى اللي بتقول عليها. بيقول لي المفروض ان هي كانت تتقشر، انا ما اعرفش يا جماعه والله. القشره دي بعد ما تغسلها يا جماعه القشره تتقشر عشان لما تيجي تقليها تيجي تحمريها ما تكشش. ده اللي بيخليها كده. اصل انا جبت وليد عامل الفشه محدش قال ان هي بتتقشر، هم قطعوها وعملوها على طول. هم مسألين انا دي حاجات بره الفيديوهات. كل حلوه بالهنا والشفا. ايه ده بقى؟ انت ايه قشرت اللسان قشرت اللسان ولا ما قشرتوش؟ والله يعملوا بقشره؟ ده شيء جايز. ممكن اللي تعرف عمتك ان هي هبله؟ يا سلام. بيقطم كده ما بيقطمش بيدوب. جميل. انت عارفه اللسان ده كان عايز ايه بقى؟ كان عايز بعد ما يتسلق يتقشر قطع طرنشات بقى ارفع من الدنيا. ياخد وش على الشوايه. البرد مش مخليني اعمل حاجه. ياخد وش على الشوايه؟ الشوي يعني هينشف. هينشف. ياخد تتبيله ويقعد ساعتين في التتبيله كده.
بصلتين ويعصروا منهم الميه وعصير قوطه، بس ايه بقى؟ بالمبشره وشويه التوابل وشكرا. والله. وعلبة الجبل. يا لحمة. وعلبة الزبادي متخليش حاجه تنشف على الشوايه. بس الله يعني. انا عملته ايه كنت مفكره ان انا بقى ايه اللي هو هيبقى كتير بقى وهاي نصه في الثلاجه ونصه مش عارف ايه، لقيته ان هو يا دوبك عشا. هنقول هشيل نصه في الثلاجه ونصه في الفريزر ونعمل نصه بتاع فاطمه جوه كله على بعض. فاطمه اكله انت حاطه ليه؟ عامله ليا عليه والله. ده كان عشا الطحينه ده بقى. هو هاني بيحسسني ان هو بياكل لحمه مشويه، بس هو فعلا شبه اللحمه، طعمه حلو قوي قوي بجد. اللي كله يبقى عارف انا بقول ايه. تعالي كلي يا حور، يا حور زعلتيني والله. مين يا خش بص مش هتخليني اكلها. العيش ده بقى يا جماعه هو يا حور اي مكان بروح في اسكندريه لازم اجيبه. لا راح فين بيها ليه؟ فاطمه تقعد تقول لي مش عارفه ولا لا حلو. سبحان الله يعني انا برتاح له. هو جميل بصراحه. يعني عيش جميل جدا. احنا خدنا عليه. فاطمه تقول لي انت كل ما تروح اسكندريه اقول لها هجيب منه. اصل هو مبقاش اجيب عيش من الفرن وبقينا ناكل العيش ده، فانا حاسه ان انا بتعشى في اسكندريه. بقيتش اجيب اصل عيش العيش من في الفرن. اسكندريه ما بياكلش غير العيش ده. بس ده شامي، في بقى منه اللي انا جبته لك قبل كده في الشنطه البيضاء، ده البلدي اللي انا جبته بالبطاقه. عفو ده لا ابيض. لا ده منفوخ، التاني دي لازق في بعضه. بس نفس العجينه يعني مش زي بتاعنا بتاع الفراون. لا بس هو ده البلدي عندهم. هو ده البلدي عندهم. سلاموكا عمل اكسبريس كده، لفه حلوه. الله يا جدعان. الاكل ده عايز اكيله والله. الاكل ده يا جماعه عايز ناس صايمه. ايه يابا؟ عايز تاكل؟ اما اديله حبايه رز كده يا يعني دخلت فاطمه. ايه؟ ملهاش فايده بقى. ما مناش فايده والله. لك انا حاول اديهم بوسه. عايزه اقول لكم اللي ده فطاري والله. فطاري وغداء وعشاء في 3 في بعض. انا ما كنتش عامل فيديو لما كنتش قايم. انا نايمه من الصبح. ايه يا الساعة 5 عمال صاحي فين؟ الساعة كام؟ ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا ما نمتش من امبارح ودخلت هما ناموا وانا دخلت المطبخ، قلت اعمل اللسان في والجو حلو كده عشان لو عملته الظهريه الجو هيبقى حر والعيال مش هتستحمل. بدون بوته. عملت ايه؟ رحت داخله سلقه اللسان ومقطعاه ومشوحاه، ورحت عامله الفشه غسلاها ومسلقاها ومقطعاها وعاملاها ببصله كده وفلفل اخضر، ورحت عامله الصلصه ورحت عامله الرز. وبعد كده خلاص بقى يعني جسمي وعينيا قالوا لي خلاص مش هتقدري تقعدي اكتر من كده. نمت بقى لحد هو مش نوم والله يا جماعه، كل شويه يعني يقول لي يلا قومي يلا قومي، يعني ما كنتش عارفه انام، يعني كل شويه يصحيني فكان النوم قلق. مش قادر اكل تاني وانا حاسه ان انا شبعت. احنا ما شاء الله انا اكلت اكتر منه في الرز. احنا كده عمالين نتعدي وانا اللي كسبت. ماشي؟ في المشمش. يعني عارفين لو مش تحدي كان هو اللي كسب. يعني انا واكله اكتر منه. دي مشكلتها ولع بقي. دي عايزه واحد لبن رايب دي بقى. لا انا عايزه اشرب حاجه ساقعه كده رطب على قلبي. ودي جوه. الناس الحلوه اللي بتشوفنا وتسال علينا ويسلموا علينا ما تحرمش منكم يا رب. الناس قابلوا هاني برضو واحد ومراته محترمين ويسلموا عليه وقالوا له انت ازيك ومدام فاطمه عامله ايه؟ بس والله نسيت اساميهم. ياه والله قال لي اساميهم مش عارفه ايه.
انا قلت لها قولي ايه، خدي اساميهم عشان اكتبهم، ريتاج عشان انا معرفش لا ولا لا لا انا عشان خلود. انا كنت بقول لهم اساميهم، قلت لها خدي الاسامي عشان بنسى. على مش فكره قال بنسى، لي انا ما بتذكرش طول ما انا عندي برد او تعبان او في حاجه شغلاني ما بفكرش في حاجه. معرفش. فطبعا هم عارفين نفسيهم، كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي قابلتني في شارع 10 واحد ومراته ناس محترمين، ماشي، نادوا علينا الصراحه، ناس محترمه جدا. انا ما كنتش مع هاني، انا انا عن رايح اخد نفسي ابره. ده انا كنت رايح اخد ابره والله. ده الكلام ده كان امتى؟ كان امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح اول امبارح وانا عندي فرياله. انا خدت الابره ماشي في الشارع في ملكوت ربنا كده، وبص حد بينادى عليا يا استاذ هاني، يا استاذ هاني، مين اللي هيحترمني في المنطقه بتاعتي يقول لي يا استاذ هاني؟ ده اللي ينادي لي يقول لي يا روسيا يا اما يا هاني. هو قال لي على الاسمين بس اقسم بالله نسيت. معلش انا اسف. والله نسيت حقك وانا عليك. استمع كل سنه وانتم طيبين، طيب وما ربنا يكرمك كده بالذريه الصالحه ان برد شاء عليك الله. ان شاء الله. لسه ما خلفش، ربنا يكرمك بالذريه الصالحه ان شاء الله. هو اللي كلمك ده قال لك الناس ما خلفتش؟ هم لسه هم كانوا امال مين العيلين اللي هو لك قول كذا وكذا؟ هو اسمه مراته. فكرت اسم بنته واسم لا ابنه. اسمه مراته. والله حقكم عليا اقسم بالله انا متضايقه قوي، والله العظيم متضايقه قوي ان احنا ما قلناش اسامي. اهم حاجه تصلوا على النبي. وحبيبه يا بنتي يا حبيبه، ده حبيبه دي اقسم بالله ده من قبل العيد تبعت لي يا فاطمه والنبي قولي اسمي، انا بقول لك حبيبه يا حبيبه منورانا يا حبيبه، اسمك منور في الفيديو يا حبيبه. سلم على حبيبه يعني. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه ان شاء الله. لو ما اتجوزتيش ربنا يكرمك، يلا. اتجوزتي ربنا يكرمك برضه. ربنا يرزقك يا حبيبه ويسعدك يا رب. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانتم كلهم طيبين وعلى راسي. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. وحقكم عليا اللي نسينا اسميكم اقسم بالله. وقال لي انا والله امبارح انا قلت لها امبارح هي بتكتب الاسامي انا بس بنسى. انا نسيت والله انا قلت غصب عني. لها خلي بالك لما نيجي نعمل فيديو او بس قولي اسم كذا واسم كذا، قالت لي خلاص ماشي. حقكم عليا. فعشان انتوا كده اسمكم هو في الكومنتات. تعبوا بعد ما في الفيديو افتكر الاسامي. بص هو هم يقولوا اسمهم في الكومنتات وانا هاخد سكرين شوت واقولوا الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واهم حاجه تصلوا على النبي لو الفيديو عجبكم بلسان الجاموسه الطويل ده. ماشي. يا جاموسه يا مرسان طويل. لا الله اكبر يا جماعه، ده يكفي عيله وزياده ما شاء الله. واهم حاجه تصلوا على احنا النبي. كلنا وشبعنا والله عليه الصلاه والسلام. انا اكلت وشبعت وهاني كل وشبع. عشان ما تطولش على لسه الناس. احمد هيقوم وياكل. يعني ما تطولش على الناس. يلا حبيب قلبي مع السلامه. يلا كل سنه وانتم طيبين. انتوا طيبين.